هعمل معاكم متبل البتنجان او بابا غنوج زي ما بتقولوا. هجيب بقى كده البتنجان واحطه كده على البوتاجاز وهسيبه يتشوي، ومن وقت للتاني هبتدي ان انا اقلبه كده عشان يتشوي من الجناب. كده خلاص بقى في المرحله دي البتنجان اتشوى بقى تمام، هحطه بقى كده على الطبق وهسيبه يبرد، وهبتدي بقى كده ان انا اقشره واحده واحده واشيل القشره كده من عليه من بره. وبعد ما قشرته وحطيته كده في الطبق، وهحط عليه معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، معلقه من الملح، معلقه من الثوم وتكون معلقه صغيره، ومعلقه من هريسه الشطه تكون صغيره برضو، وعصرت نص ليمونه، ومعلقه من الخل، ومعلقه من الزيت، ومعلقتين بقى كده كبار من الطحينه، وزودوا طحينه بتدي طعم حلو جدا، وهحط برضو معلقتين كبار من الزبادي. والزبادي والله بيودي معانا البابا غنوج معانا كده في حته تانية. وهبتدي بقى كده ان انا هريسه كده بالشكل ده، وجربوا معلقتين الزبادي هيظبطوا معاكوا الطعم، وهيبقى طعمه زي اللي احنا بناكله كده جاهز بره كده في المحلات. وهجيب